إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، أتحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فإن موضوعنا الليلة بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم اليوم سنتحدث عن كيفية الحج. أحبتي في الله، فإن الحج ركن من أركان الإسلام. فإن الحج ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي من كفر بإنكاره بركنية
أو فرضية الحج فإن الله غني عن العالمين. أي من كفر بأنكاره بركنية أو فرضية الحج فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لا تضره الطاعة، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الأحبة الكرام، من يسر الله له الاستطاعة من النفقة والقدرة على السفر فعليه أن يتعجل لأداء فريضة الحج. من يسر الله له الاستطاعة من النفقة والقدرة على السفر فعليه أن يتعجل لأداء فريضة الحج. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج أي الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج أي الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإن هيأك الله هذا السبيل ورزقك الله الاستطاعة فعجل بالحج ولا تتأخر، لأن الموت يأتي بغتة، لأن الموت يأتي بغتة أي فجأة. فإن هيأك الله هذا السبيل ورزقك الله الاستطاعة فعجل بالحج، فعجل بالحج ولا تتأخر، لأن الموت يأتي بغتة. ويا لم تستطيع الحج، يا من لم يستطع أن يؤدي فريضة الحج، ينبغي أن يرى الله منك ألم قلبك وحزنك على عدم قدرتك على حج بيته الحرام. يا من لم تستطع الحج، يا من لم تستطع
أن تؤدي فريضة الحج ينبغي أن يرى الله منك ألم قلبك وحزنك على عدم قدرتك على حج بيته الحرام. لا ينبغي لك أن تسمع تلبية الحجاج وأن تمر عليك الكلمات هكذا دون أن تدمع عينك ودون أن يحترق قلبك ودون أن يتحرك فؤادك شوقا لحج بيت الله الحرام. لا ينبغي أبدا أن تسمع تلبية الحجاج وأن تمر عليك الكلمات هكذا دون أن تدمع عينك ودون أن يحترق قلبك ودون أن يتحرك فؤادك شوقا لحج بيت الله الحرام. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجلا وقال: أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله. فسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل وقال: أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل ثالثا وقال: أكل عام يا رسول الله. فانظر ماذا قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، إنه ما هلك ما كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يا الله، إنه ما هلك ما كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يا الله، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ففضل الحج عظيم، فضل الحج عظيم وإرادة. فإن فضل الحج عظيم
وركن من أركان الإسلام الأعظم. إنها رحلة تمحى فيها الذنوب وتستر فيها كل العيوب، ويهدم الحج ما قبله من الذنوب والمعاصي. يا الله، إنها رحلة تمحى فيها الذنوب وتستر فيها كل العيوب، ويهدم الحج ما قبله من الذنوب والمعاصي. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاشترط على النبي أن يغفر له. حين أتى عمر بن العاص حين أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، حين أتى ليبايعه على الإسلام، فاشترط على النبي أن يغفر له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ يا الله، أما علمت يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله أكبر. نعم أيها الأفاضل، يرجع الحاج إن لم يرفث ولا يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يرجع الحاج إن لم يرفث ولا يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كما قال السابق الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال السابق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث. والرفث نوعان، الرفث نوعان. الرفث هو الجماع، أن يأتي الرجل أهله قبل أن يتحلل التحلل الأكبر. الرفث هو الجماع، أن يأتي الرجل أهله قبل أن يتحلل التحلل الأكبر. أو الفحش أي فحش القول، أو الفحش أي فحش القول. من حج ولم يرفث ولم يفسق أي لم يرتكب معصية من المعاصي،
أي لم يرتكب معصية من المعاصي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا فضل الله علينا، وهذا فضل الله علينا. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوة، أيها الأخوات، أيها الآباء الأفضلاء، وهل الحج يكفر الصغائر من الذنوب والكبائر؟ هل فريضة الحج تكفر الصغائر من الذنوب والكبائر؟ نعم أيها الإخوة الكرام، نعم يكفر الصغائر والكبائر، لأن الأصل في الكبائر التوبة، لأن الأصل في الكبائر التوبة، كما قال شيخ الإسلام: إذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر ولم يبلغ أمره ولا حكمه إلى ولي الأمر المسلم، فعليه أن يستر نفسه إن ستر الله عليه، فعليه أن يستر نفسه إن ستر الله عليه. إذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر ولم يبلغ أمره ولا حكمه إلى ولي الأمر المسلم، فعليه أن يستر نفسه إن ستر الله عليه، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يتوب إلى الله جل وعلا بشرط أن يندم على ما مضى، والندم من ركن التوبة الأعظم، من شروط التوبة الندم على الذنب، بشرط أن يندم على ما مضى، والندم من ركن التوبة الأعظم، وأن يقلع عن الكبيرة، وأن يعمل صالحا. قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر،
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ألا ترى إلى هؤلاء السعداء حين تنهمر دموعهم على وجوههم ندما على كل ما مضى. ألا ترى هؤلاء السعداء حين تنهمر دموعهم على وجوههم ندما على كل ما مضى. ألا ترى إلى هؤلاء وهم يرفعون أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات في بيت الله الحرام وفي عرفات يضحون وفي عرفات يبدون لرب الأرض والسماوات بالبكاء ويعاهدون الله جل وعلا على عمل الصالحات. أليست هذه هي التوبة؟ نعم أيها الأفاضل. من ذهب إلى بيت الله الحرام صادق النية طاهر السريرة حريصا على النفقة الطيبة من الحلال وعاد من هذه المرحلة فقد غفر الله عز وجل له الصغائر من الذنوب والكبائر. الله أكبر. بل وطهره من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أليست هذه هي التوبة؟ من ذهب إلى بيت الله الحرام صادق النية ظاهر السريرة حريصا على النفقة الطيبة من الحلال وعاد من هذه المرحلة فقد غفر الله عز وجل له الصغائر من الذنوب والكبائر بل وطهره من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله
أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحاج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحاج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتابع بين الحج والعمرة، كما في سنن الترمذي وسنن أبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لذا قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور. الله أكبر. أفضل الجهاد حج مبرور. وكما قال السابق الذي لا ينطق عن الهوى: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لحجاج بيت الله، فهنيئا لحجاج بيت الله، هنيئا لمن لبى مناديا، هنيئا لمن لبى مناديا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم
حج بيته الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.